من حوالي سنه تقريبا كنت عملت واحد من اكبر الايفنتس الموجوده في او نكسس، يعني عملت واحد من اكبر ايفنت تقريبا عن الماركتنج. انا عايز اسال سؤال واحد بس في الموضوع ده. انت ازاي جبت رقامات زي فيليب كوتلر ان هو يعمل سبيتش، وجبت بي ار سميث هنا في مصر؟ صحيح. وكريستيان ساركار وناس تقيله. بس فازاي حصل ده، وايه الامباكت اللي انت حسيته بعد كده بعد الايفنت ده؟ بص، هو ازاي حصل ده؟ احنا الحمد لله في نكسس يعني تحديدا عندنا هيريتج قوي جدا. هي ما فيش حاجه زي كده بتتعمل مره واحده، هي بتبقى ستيبس اتخذت على مدار سنين. واحد حط ايفرت مره واثنين وثلاثه، ونجح مره وفشل مره، وهكذا لغايه ما بيوصل لمرحله ان الحمد لله بيبقى في بعض التراست ما بينك وما بين جلوبال انتيتيز واسامي كبيره زي ما انت بتقول، نقدر ان احنا نبقى ان كونتاكت معاهم على مدار السنين دي لغايه ما يجي الاوبورتيونيتي ان شاء الله ان احنا زي ما حصل كده نعمل ايفنت يبقى مجمع الاسامي دي كلها مع بعض. امباكت كان امباكت قوي جدا، لان كان حاضر الايفنت كان الحمد لله يعني شركات كبيره وبعض الجهات والهيئات اللي ليها وضعها في البلد. فاتصور يعني من اللي انا شفته ان حتى كلامنا مع الناس الامباكت كان على الانتيتيز دي قوي جدا، من ناحيه ان هم في حاجات بيحصل فيها ترانسفورميشن سام هاو. مش هقول ان انت الترانسفورميشن بيحصل جوه الايفنت نفسه في الكام ساعه اللي بتقعدوا في يوم او يومين او وات ايفر، ولكن بيحصل بعد ما تابزورب اللي انت سمعته واللي انت قلته وتبدا تشوف الحاجات اللي بتحصل جوه البيزنس او جوه الشركه او الهيئه اللي انت فيها، فتقدر تقول هو ده اللي كان بيتكلم عليه. او بعديها بيوم ان سليب اون ات، يعني بعد ما تشرب الموضوع اكتر كده وتمتص المعلومه بشكل اوقع، تبدا تشوف طب ايه التغيير اللي انا ممكن اعمله من اللي انا بقى اخدته ده. طب هو كان بيقول ده حله ايه؟ راجع النوتس، اتفرج على ان احنا برضو يعني ان شاء الله يعني شغالين على كذا حاجه تخلي كمان الوصول للمعلومه بعد كده للاتنديز اسهل، كال ام اس او كسوفت وير يساعد الناس اللي حضرت ايفنتات انها تقدر تراجع الايفنت تاني وكانه بقى حاجه اونلاين موجوده لك في اللايبرري بتاعتك لفتره زمنيه بعد الايفنت. بيساعد برضو ان انا اصلا عندي شركه ماركتنج، الحمد لله يعني شركه الماركتنج برضو مديه ايدج شويه عندي عندنا كشركه، يعني في بعض الحاجات ان احنا نبقى عندنا برضو فيها سبق شويه، يعني الحمد لله رب العالمين. حلو قوي. خليني اسالك سؤال مهم قوي. قول لي حبيبي. ايه اهميه التريننج للكوربريتس او للشركات عامه؟ كتير قوي. بص هنتكلم على سكيلز مختلفه، ممكن خليني اقول لك نقول ليه بقى انا بسالك السؤال ده برضو قول. عشان تبقى فاهم. لان انا بشوف في شركات كتير مش بتهتم بالتريننج الموظفين بتوعها. اقول لك ليه؟ انا اصرف عليهم. فاهم قصدك. تمام، خد الفري ريسورس ده اقعد اتعلم فيه واهلكه. مع ان في شركات كتير بتهتم بده بس النسبه قليله قوي. صح، فاهم قصدك كويس. بص، هي المشكله تكمن في ان احنا كمان في الزمن ده بالذات، يعني احنا برضو ال 20 سنه اللي فاتوا خلصوا في سنتين كتطور، يعني اللي عشناه احنا على مدار ميبي 20 سنه فعلا اتطوروا العالم في اخر سنتين تقريبا، واللي جاي اسرع. فلو مفيش تريننج يعني ايه؟ يعني انا بجيب حد اكسبرتيز عنده اكسبرتيز، عنده خبره في مجال معين، دارس حاجه معينه، بطور من الناس اللي عندي بان انا استقطب الاكسبيرينسز دي، تعلم الناس، تديهم الايدج بتاع ان انا ما اقعدش اجرب وافشل فافهمها. طب ما اجيب حد يقولها لي على طول، يعلمها لي على طول، تفرق كتير من ان انا بقى اسرع في مواكبه اللي بيحصل، التغيرات اللي بتحصل، لانها بقت سريعه جدا، ما بقاش فيه الاوبورتيونيتي بتاعت ان انا تريننج دي لازمته او ما هو كده كده هيتعلم. طب ما انا هقول له معلومه النهارده وبكره هيجرب فبعده يتعلم، طب ما ده خساره على البيزنس. الدنيا بقت اسرع كتير، الكومبيتيشن بتاعلى بكتير، والتطور وده الاهم والحته يعني اللي مؤخرا بقت فارقه قوي، بقى اسرع بشكل مبالغ فيه. احنا جوه البيزنس واللي عندنا شركات ولا كذا مش ملاحق، مش مفهمك بالتيمز بقى اللي تحتيك، اللي هو موظف بياخد مرتب عنده كذا، فانت عايز كانك تبوش معاه السكيلز، وكده بتزود كمان اللويالتي بتاعت الموظف بعد شويه. الموظف اللي بيحس انه بيتطور ومكان بيصرف عليه او بيطور فيه او بيديله التولز اللي تطوره، حتى لو مش بفلوس كتيره، حتى لو بسكيل معين بس يساعده، بتزود لويالتي بشكل كبير جدا. وانت اكيد لمست ده برضو يعني. ده اكيد طبعا. طب هسالك سؤال اللي هو بيسالوه لك بتاع الكوربريت. طب ماشي، ما انا اروح استثمر في الموظف بتاعي واعمل له تريننج وبتاع، ما هيمشي. اوكي، انت لما تستثمر في موظف النهارده، هقول لك وجهه نظري يعني، لما تستثمر في موظف النهارده انت اندايركتلي بتستثمر في شركتك على اللونج تيرم كامبلوير. الموظف ده لما يمشي هيجي لك حد تاني زيه واشطر منه، لانه عارف ان المكان ده
بينفست في الناس بتوعه. النهارده انت بتتكلم جيل، لو بنتكلم بقى جين زي بقى والتطور برضو، جين زي النهارده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي الجيل ده بيدور عليها مش بس شركه ستيبل، مش بس مرتب كويس، مش بس ستيتس كويس. دي كلها حاجات طبعا موجوده وكويسه وجميله، واحنا كلنا ممكن نبقى بندور عليها او كنا بندور عليها والجيل الجديد بيدور عليها. لكن النهارده هو بيدور على مكان يحس انه بارتنر في المكان، يحس ان هو جزء من منظومه بتطلع حاجه، بيحس بانتماء عالي ليها، ويحس ان المكان ده بينفست فيه، ويحس ان هو داخل مكان بتاعي انا بديله، وفي نفس الوقت مكان بيديني. ما بقاش بقى السالري وانت موظف لما بتاخد مرتب عامل لك ايه تاني، لا بقى محتاج تاخد اكسترا مايل اكتر من بس المرتب. الحته انا دايما اقول العائد اللي بياخده الموظف عائد مادي ومعنوي. المادي مفهوم وفي العقد موجود ومعروف اوله واخره فين، المعنوي مهم قوي. جزء من المعنوي، جزء منه غير الكلمه الحلوه وغير البرافو وغير الايفنتات الحلوه وغير الكلام اللطيف والامبلوي اوف ذا مانث والكلام ده كله، جزء منه الانفستمنت اللي بيتعمل جوه في الموظف نفسه. ولو ده مشي هتلاقي زي اللي تحتيه طالع عنده النولج، طالع عنده الريكفر. الشركات كتير ما كل الناس تمشي، خلينا نبقى واقعيين يعني. ما اي موظف في اي شركه بانفست معاه او مش بانفست هيمشي. ولما ما عملتش انفستمنت الشركه هي اللي هتقع. شكرا. طول ما انا بانفست في الموظفين عندي سكند لاير او تير تاني من المانجرز قادر يشيل. عندي ناس عايزه تيجي تشتغل عندي من شركات اخرى وكومبيتيتورز وخلافه، وشايفيني انا الجول. انا شركتي دي الشركه اللي هو عايز يروحها بسبب الانفايرمنت اللي مخلوقه جوه الشركه، اللي بارت منها ان انا بانفست في الموظفين سواء في تريننج او غيره يعني. نورتنا يا عمرو، يعني هو الكلام ما بتشبعش منه يعني، بس للاسف بقى مربوطين بوقت يعني. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو ميرسي جدا يا عمرو. انا اسعد حبيبي.